ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعول عليه في فضل رجب، لا في صيامه ولا في الصلوات التي تصلى فيه ولا في صيام الإسراء والمعراج ولا في قيام ليله. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعول عليه، كما ذكر الحافظ ابن حجر مؤلف فيه كتاب خاص بشهر رجب وما ورد فيه من الأحاديث ومن الطاعات، فيقول لم يصح في رجب حديث على الإطلاق. فمن أراد أن يصوم رجب كله يقال له أنت دخلت في البدعة. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الذين يصومون رجب يسميهم الرجبيين بالدرة، يضرب بالدرة يقول يضرب الرجل يسميه الرجبيين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان ينهاهم عن ذلك عندما يراهم يحضرون أنفسهم ويعدون أنفسهم لشهر رجب. وعمر يقول هذا شهر كان يعظمه هذه الجاهلية، لم يأتي في الإسلام شيء رجب مضر. فالصيام شهر رجب كله يعني أن يصومه كله بنية أنه سنة وأنه عبادة وأنه طاعة، هذه مسألة مخالفة وفيها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تفعل على أنها سنة. وكيف يخرج من البدع ويريد الصيام؟ يصوم ويترك كما أخبر النبي. هذه لا يسرده كله، لا يسرده كله، لأنه يخالف أمر النبي، يقول له صم واترك. فإذا أراد السنة عليه أن يصوم أو يترك، يصوم يوم ويترك يوم. خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن يسرد الشهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط سوى رمضان، ما في شهر صام كل من أول خير شهر. وكان أكثر صيامه في شعبان، لم يرى أكثر صيام منه في شعبان. كان يصومه كله إلا قليلا منه، وكاد يصومه كله. هكذا ورد الحديث في ذلك، حديث عائشة. فإذا أراد الإنسان أن يصوم من شعبان ما شاء فله أن يصوم، يعني يصوم حتى يكاد يصوم الشهر كله، حتى النصف الأخير منه. النصف الأخير بعض الناس يقول لا نصوم النصف الأخير من شعبان لأنه وارد في نهي. صحيح وارد حديث في هذا في النهي، لكن حديث صيام شعبان كله أو يكاد يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كله، هذا أصح من الحديث اللي فيها النهي.